والله هعمل كذا، والله انا ما عملتش كذا، لا لا لا، حلفتك بالنبي والنبي، وغيره 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 من الحلفانات اللي بنقولها ليل نهار واحنا مش مدركين احنا بنعمل ايه. خلاص بقى عندنا الحلفان دي حاجة عادية جدا وحاجة بنقولها وسط الكلام ومفيش أي ذنب ومفيش أي حاجة، وأوقات بننسى إن إحنا حلفنا، وأوقات بننسى نصوم، وأوقات بننسى الكفارة. واللي طلع أصلا الصيام مش أول حاجة بنعملها من الكفارات. هقول لكم دلوقتي هنعمل إيه. كلنا يا جماعة مكسلين للأسف الشديد، وأنا أقولكم إن إحنا نعرف أصلا أنواع الحلفان، والحلفان بناخد عليه ذنب عامل ازاي، والمفروض نحلف امتى ونحلف بايه وما نحلفش بايه، وحاجات اصلا في اساسيات الدين اللي هي حتى مش متفرعه تفرع صغير، لا هو ده اساسي، يعني لازم حاجه نبقى عارفينها. فانا يعني دورت بشكل مبسط كده وعرفت ان في اصلا انواع للحلفان. يس، في 3 انواع انا عرفتهم. اول واحد اللي احنا دايما بنقوله، اللي هو لا لا والله لازم تاكل، لا لا انا ما عملتش كده والله، اللي هو احنا مش مدركين ان احنا بنحلف وسط الكلام. يعني انت مش بتبقى عندك نية الحلفان، لا هي طلعت منك لا اراديا وسط الكلام عشان اتعودنا ان احنا بنسمعها كتير، ودي مشكلة اصلا، وده اسمه لغو اليمين. والمفروض ان احنا ما نقولوش، لان احنا كده بنقلل من قيمة الحلفان، من قيمة ربنا، من قيمة الله، من قيمة والله. احنا كده بنعظم الخالق جل وعلا. فاحنا لما نحلف كتير على الفاضي والمليان واحنا مش مدركين ده، احنا بنقلل من قيمة الحلفان اللي هو اصلا حاجة كبيرة قوي. اوكي، وده ملوش كفارة. حلو. تاني حاجة اسمه الكفارة المنعقد، قصدي الحلفان المنعقد. ماشي، يعني ايه منعقد ده؟ يعني حاجة انا بحلف ان انا هعملها، زي ما اكون بوعد حد ان انا هعملها، والله انا هعمل كذا، والله انا هاجي مثلا في ميعادي، مش عارفه ايه، حاجه انا نويت ان انا هعملها وحلفت ان انا هعملها. ده بقى اللي ليها كفاره، وكفارتها مش حلفان 3 ايام في الاول، لا، الكفاره بتاعتها ليها ترتيب. بمعنى الكفاره بتاعتها اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني ايه؟ يعني هنطعم 10 مساكين من الحاجه اللي احنا بناكلها. يعني لو انا باكل فول على الغداء يبقى هاكلهم فول، لو انا باكل فراخ ورز ومش عارفه ايه هاكلهم نفس الاكل اللي انا باكله بالظبط. حلو. طيب لو انا مش مقتدر وما عنديش القدره ان انا اكل 10 مساكين، في الحاله دي بنصوم ال3 ايام. يعني الاول لازم اشوف انا هقدر اكل ال10 مساكين ولا لا، لو مش هقدر ساعتها بصوم ال3 ايام. حلو. حلو. في بقى حلفان، والحلفان ده يعني كبير قوي، اسمه اليمين الغموس. اللي هي اسمها كده ليه؟ عشان دي بتغمس البني آدم ده في الذنب أو بتغمسه في النار، وغالبية الأئمة قالوا إن هي بتغمسه في النار من كتر ما هو كبير قوي. أو هو إن إحنا بنحلف عن حاجة حصلت، اللي هو لا لا والله هو عمل كذا، بنتهم حد زور، والله مش عارفة حصل كذا، حاجة حصلت قبل كده وهي ما حصلتش. فده أصلا ملوش كفارة من كتر ما هو عظيم وكبير جدا جدا جدا. طيب ده بنعمل فيه ايه؟ ده بالذات لازم التوبة منه، وتكون توبة صادقة، ان انا عمري ما اعمل كده تاني وهتوب توبة صادقة. والحد اللي انا ظلمته او اللي اتهمته اتهام زور ده لازم نرجع الحقوق لاصحابها. لو حد اتاكل فلوسه، لو حد اتظلم، لو حد يعني حصل له حاجة وحشة بسبب الحلفان اللي انا حلفته ده، فلازم ان انا اصلح غلطي واتوب توبه صادقه. فاحنا كده عندنا 3 انواع حلفان. وفي حاجه كمان يا جماعه مهمه، صح؟ برضو ما بناخدش بالنا منها وبنعمل على طول، وهي ان احنا بنحلف بحد غير ربنا. زي ما لما بنقول والنبي والنعمه، وحياة كذا، اي حاجه وحاجه غير والله، او باي حاجه غير وربنا، يعني تمام. دي اصلا منهي عنها ولا تجوز خالص، ما ينفعش، يعني بناخد عليها ذنب، دي ما ينفعش. لو هنحلف نحلف بربنا، ولو هنحلف نبقى واخدين بالنا احنا بنحلف على ايه وامتى وفين وازاي، عشان كلنا هنتحاسب على كل حاجه بنعملها في الدنيا دي. و
اتمنى يعني كده اكون فدتكم، واتمنى ان انتوا تقولوا يعني تخلوا اي حد خايفين عليه يسمع الفيديو ده، يمكن يستفيد، وتحاولوا تعملوا له شير عشان كل الناس تستفيد وكلنا ناخد الاجر. ودي حاجه بسيطه جدا في الدين، يعني المفروض نبقى عارفينها وفي اساسيات الحياه. فبس كده، سلام.